احلى مسا على فتح عامل يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كده هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك واخر اخبار نادي الزمالك واخر حاجه حصلت في نادي الزمالك هي ايه، وهنقول كل التفاصيل. فخليك معانا لغايه النهايه وما تطلعش في نص الفيديو ولا في اوله، خليك معانا لغايه النهايه والله بينا على الفيديو. احلى مسا على فتح عامل يا رب كلكم تبقوا بخير. زي ما اعتدنا كده قبل اي حاجه وقبل ما نقول اي اخبار ونخش في اي تفاصيل لازم تصلي على سيدنا محمد، وبعد تصلي على سيدنا محمد لو بتتفرج على الفيديو ده في وقت من وقت الصلاه اقفل الفيديو وروح صلي، وبعد ما تصلي تعالى اتفرج على الفيديو. النهارده كان نتكلم عن اهم اخبار نادي الزمالك، وهم خبرين قوي مهمين جدا. ان هو رحيل فيريرا عن نادي الزمالك وقضيه التعاون مع نادي الزمالك اللي كانت تخص مصطفى فتحي اللي نادي الزمالك كسب القضيه فيها. تعال اقول لك حوار فيريرا خلاص اخر فتره كانت اخبار، كانت نتائجه مع نادي الزمالك زي الزفت، فوق زي الزفت بشويه. فمن شويه من فتره من كام يوم رحل اسامه نبيل، وحاليا رحل فيريرا. تقول لي طب يا ابني رحل فيريرا ازاي وايه اللي حصل في الجلسه؟ الجلسه قعدوا مع فيريرا حاولوا ان هم امشي، سيب النادي وامشي، اتكل على الله، مش عايزين الشغل ده يعني. قعدوا يوسطوا الامور ما بينهم لغايه ما فيريرا مصمم ان هو ياخد الشرط الجزائي كامل. فالراجل مصمم ان هو ياخد شرط الجزائي كامل، ومعنى ان هو مشي يبقى هو اخد الشرط الجزائي كامل. هو ما قالوش ان اللاعب اخد شرط الجزائي كامل، قصدي فيريرا اخد شرط الجزائي كامل وانا ما خدوش. بس هو النظام واضح، طول ما الراجل كان مصمم والراجل مشي يبقى معناه ان هو اخد الشرط الجزائي كامل بتاع بتاع اللي هو الشرط الجزائي اللي كان موجود في العقد بتاعه. فيريرا قضيته خلصت، فيريرا مشي، الصفحه بتاعته اتقفلت وخلاص انتهت واخد الشرط الجزائي بتاعه كامل. طب تعالى بص مين يكون مدرب خلال 48 ساعه يعلنوا عن مدرب. مدرب هيكون مين؟ يا اما حد اجنبي يا اما مدرب مصري. لو مدرب مصري بنسبه 99% هيكون خالد جلال، بنسبه 99% خالد جلال، وبنسبه 1% هيكون حد تاني مصري، 1% هيكون اي حد تاني مصري، وبنسبه 99% هيكون خالد جلال. طب لو مدرب اجنبي ما اعلنوش، ما بينوش يعني ما وضحوش حاجه، بس هم وضحوا في المدرب المصري. في المدرب المصري هيكون خالد جلال بنسبه 99%، بنسبه 1% هيكون اي حد تاني مصري. بس مدرب اجنبي ما وضحوش. طب انت يا علي شايف نفسك في مين؟ اكيد مدرب اجنبي. طب لو مدرب اجنبي عايز مين؟ عايز جروس. جروس كان معاه شويه لعيبه ما يعرفوش حاجه عن الكوره، عمل منهم نجوم، ده حقيقه. فاللعيبه في الفتره دي، في قصدي جروس في الفتره ديت هيعمل مستوى رائع وهيقدر يتقيم على الظروف. فانا عايز جروس. اما لو كان مدرب مصري فانا موافق على خالد جلال. مش وحش، لا خالد جلال حلو، بس هي بس ان شخصيته ضعيف شويه، بس هيمشي الامور وهيزق الدنيا. دي قضيه خبر يعني اللي هو بتاع المدير الفني، وخلال 48 ساعه هنعرف القرار النهائي، ولما نعرف القرار النهائي هطلع اتناقش معاكم فيه. اما الخبر الثاني اللي هو نادي الزمالك كسب القضيه في التنازعات بين التعاون والزمالك، ونادي الزمالك هياخد من نادي التعاون 200 ألف دولار بالإضافة للعقد بتاع مصطفى فتحي مع نادي، مع يعني العقد اللي هو انتقال مصطفى فتحي لنادي بيراميدز. نادي الزمالك هياخد نسبة تصل ل5% من العقد. فنادي الزمالك يعني زي ما قلنا عشان نوضح الأمور هياخد 200 ألف دولار أمريكي من نادي التعاون السعودي، ومقابلها كمان هيشوفوا العقد مصطفى فتحي انتقل من التعاون للبيراميدز بكام، وهياخدوا نسبة 5%. يعني لو انتقل مثلا بمليون هياخدوا نسبة 5%، وكذلك الأمر في نادي الزمالك خلال 30 يوم هيمسك كام قرش كده حلوين من ورا مصطفى فتحي. فدي قضية مصطفى فتحي، وملتزم نادي التعاون يدفع الغرامة خلال 30 يوم، يعني خلال شهر. لو نادي التعاون ما دفعش خلال شهر كامل هيتعاقب اللي هو ايقاف تأييد اللعيبه لمده 3 سنوات، 3 فترات يعني، مش هيعفي اي لاعب سواء اجنبي او محلي لمده 3 سنوات، غير ان الغرامه بتزيد والكلام دوت. فده الاخبار اللي كانت معانا النهارده، وما تنساش لو الفيديو النهارده عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.